خوش جالدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده الفيديو ده انا جايه اشرح لكم عن رحلتي مع الحجاب، وازاي الحجاب غير فيا حاجات، والحجاب هل انا لبسته بارادتي ولا لبسته غصب عني. كل ده انا اقولكم في فيديو النهارده. ادعموني باللايك والشير والاشتراك، ويلا بينا نبدا الفيديو. انا كاتبه يا جماعه السكريبت كله على الموبايل، فلو لقيتوني ببص لتحت اعرفوا اني ببص في الموبايل. تمام. طيب، انا عارفه ان موضوع الحجاب ده موضوع حساس، او انت مثلا لما تيجي تبقي عايزه تلبسي الحجاب تبقي متردده في حاجات بتيجي في دماغك، اللي هو هل انا بعد كده ممكن اخلعه؟ هل انا فعلا هلتزم بيه؟ هل شكلي هيبقى حلو فيه ولا لا؟ كل دي حاجات بتيجي في دماغك قبل ما تلبسي خطوه الحجاب، وبعد لو انت الحمد لله خدتي خطوه الحجاب هتفضل برضه تيجي في دماغك. النهارده انا جاي اجاوبك عن كل الاسئله. اول حاجه هقولك، انا من الناس اللي كنت متردده البس الحجاب. كنت متردده. طيب، انا زمان كنت من النوع اللي هو شعري دايما بعمله بروتين، فانا بالنسبه لي الحجاب ده كان اخر تفكيري. والله بجد كان اخر تفكيري، ان انا كل حاجاتي كانت بشعري. انا كنت بروح اي حته اي مكان الناس بتسال ماما على شعري، فانا شعري ده كان هو كل حياتي. فانا فضلت في الاول اقول لا، الحجاب ده لسه الخطوه دي مش هتيجي دلوقتي، مش عايزاها دلوقتي، لسه شويه قدام. تمام. الحجاب ده بالنسبه لي وبالنسبه لكم اكيد هو خطوه كبيره جدا في حياتك، خطوه ممكن تنقلك في حته تانية خالص، انك تقربي من ربنا. فعارفه اللي هو في الاول كان في تردد، طبعا تردد كبير جدا، بس لازم يجي في يوم او في مره هتيجي وتاخدي الخطوه دي غصب. فاهماني؟ انا مش بقولك ان انتي تقومي تلبسي الحجاب دلوقتي غصب، لا، حاولي تلبسي الحجاب بارادتك. يعني ايه البسه زي اصلا بارادتي؟ شجعي نفسك انك تلبسي الحجاب، شجعي نفسك انك تاخدي الخطوه دي اصلا من الاول. اتفرجي على فيديوهات كتير، اتعلمي حاجات كتير، خشي واتعلمي لفات حجاب. تمام. هتحسي انك حابه اكتر الحجاب. مش شرط اول ما تلبسي الحجاب تبقي بيرفكت، تبقي متدينه ولفتك كلها بيرفكت. لا يا جماعه، انا مش كده خالص. انا لابسه الحجاب بس انا مش بيرفكت. حجابي مش هو الصح، لبسي مش هو الصح. في لبس احسن مني بكتير، في حجاب احسن مني بكتير. انا مش بقولكم ان انا مش طالعه بقولكم، انا بنصحكم ان انا اكتر واحده صح. انا بتعلم زيكم. انا حجابي اهو، انا كواحده بقولكم انا حجابي مش صح، وانا عارفه ان هو مش صح، بس بحاول اتعلم واطور في نفسي، واقول يعني اغير في نفسي، اغير في حجابي، اغير في لبسي، واحده واحده، خطوه خطوه، هتحس انك بتتقدمي وبتقربي اكتر لربنا. بس انا كل ما بلبس الحجاب بعرف قد ايه انا كنت شجاعه اني اخد خطوه زي دي. ان اخد خطوه الحجاب دي مش خطوه سهله ابدا، وياما في اهالي تعبوا مع بناتهم علشان يخلوهم ياخدوا الخطوه دي. مش سهله ابدا انك تاخديها، بس مش صعبه. فهماني؟ يعني انت تقدري تاخديها بمزاجك، وتقدري ترفضي الخطوه دي برضو بمزاجك. انت اللي هتسيطري على نفسك، مش الناس ما يقدروش يقنعوكي، انت اللي بتقنعي نفسك بنفسك. طيب، اهم حاجه تكوني واثقه من جواكي. يعني ايه اكون واثقه من جوايا؟ واثقه انك شكلك هيبقى بالحجاب حلو. خلي ثقتك في نفسك كبيره جدا في ناحيه الحجاب. جربي الحجاب مره واتنين وتلاته والف، جربي الحجاب كتير جدا، حتى لو انت مش محجبه جربيه في البيت. جربي الحجاب وشوفي نفسك في المرايه، وجربي لفات كتير جدا، وشوفي اكتر لفه فعلا بتليق عليكي وعلى شكلك. كل ده صدقيني ده بيفرق معاكي جامد جدا جدا جدا. هتحسي اصلا انك بتشجعي نفسك انك تاخدي خطوه الحجاب، صدقيني. طيب، انتي هتحسي ان وانتي مش محجبه، ده ضميرك او احساسك من جوه، هتحسي ان في حاجه غلط انتي بتعمليها، في حاجه انتي مش صح في حياتك، مش عارفه تغيريها. فاهماني؟ فصدقيني، اقعدي مع نفسك وفكري، واقرأي القرآن، اقرأي الآيات اللي بتوريكي مدى أهمية الحجاب، أو ازاي تقدري تاخدي خطوة الحجاب. كل دي حاجات مفيدة جدا ليكي
في دماغك عشان تشجعي نفسك انك تاخدي الخطوه دي. اغلب الناس تبقى ردة فعلهم سيئه جدا، وفي ناس تبقى ردة فعلهم حلوه جدا. ممكن مثلا حد يجي يقولك انتي اسبوعين وهتخلعي الحجاب ده، شكلك بالحجاب مش حلو، مكبرك. انا سمعت الكلمه دي كتير جدا، مش ليا، ناس تانية. كان في ناس تانية بتقولها لهم الحجاب ده مكبرك، اسبوعين بالظبط وهتخلعي الحجاب ده، مش هتلبسيه اصلا تاني، الحجاب شكله فيكي مش حلو. انا شخصيا في واحده جت قالت لي في المدرسه بتاعتي بعد ما اتحجبت، كنت في تانية اعدادي، تمام، انا متحجبه اوريدي في تانية اعدادي، فتاني عليه الترم التاني او الترم الاول، واحده جت قالت لي انتي ليه اتحجبتي وكان شعرك حلو قوي. والله العظيم يا جماعه بجد، هي مش صاحبتي يعني، اعرفها بس معرفه سطحيه يعني، هي كانت في فصل تاني غيري. فهي انا اغلب اللي كانوا في المدرسه كانوا عارفيني بشعري لغايه دلوقتي. لو واحده ما كنتش اعرفها قوي بجد دلوقتي تكلمني تقول لي مش انت اللي كان شعرك قصير، هي عارفاني بشعري لغايه دلوقتي. ففي واحده جت قالت لي انت ليه اتحجبتي مع انك كان شعرك حلو جدا. قالت لي اغلب الناس اللي بيتحجبوا بيبقى شعرهم وحش. ودي كانت اكبر كلمه غلط هي قالتها. مش معنى انك تتحجبي يبقى انت شعرك وحش، لا. في ناس كتيره جدا انا شخصيا اعرفهم شعرهم يا جماعه غايه في الجمال، بسم الله ما شاء الله، متحجبين. مش شرط علشان انت شعرك وحش يعني تعملي الفرض اللي ربنا قالهولك، لا. فرين شعرك حلو خلاص مش هتحجبي خالص، هتفضلي طول حياتك بشعرك. الحجاب مش فرض ربنا فرضه علينا علشان نغطي شعرنا سواء كان وحش او حلو، لا. الحجاب ده يا جماعه بيقيكي من فتن، بيحفظك من فتن. المجتمع حاليا اللي احنا فيه ده مليان فتن كتير جدا، تمام. يمكن انتي الحمد لله ما تعرضتيش للفتن دي، وانا واحده منكم، بس حصني نفسك من الفتن دي. مش شرط تستني لغايه ما يحصل حاجه معاكي بعد كده تقولي يا جماعه انا هاخد خطوه الحجاب، لا خالص. الحجاب دلوقتي اللي اغلب مجتمعنا بيلبسه مش الحجاب الصح ابدا، اللي هو بيبقى بنطلون ضيق جدا، بيبقى حرفيا ميجسم البنت، ومن فوق بادي ميجسمها، تلبس فوقيه مثلا شميز او قميص او اي حاجه، والطرحه اللي هي طرحه بتتلف لورا تربط دي وبتنزل بيها، تمام. انا في اول فيديو قلت لكم انا مش حجابي بيرفكت، بس على قد ما اقدر بحاول البس طويل، بحاول البس واسع. انا بلبس بناطيل بس بحاول اجيب اوسع من مقاسي، وبحاول اجيب البلوزه اللي فوق او التيشيرت اللي فوق يبقى طويل ومش ضيق عليا، ولو هجيب شميز بيبقى طويل مغطي، فاهمين؟ دي اهم حاجه في خطوه الحجاب عموما. هتاخدي خطوه الحجاب التزمي بالباقي حتى لو مش 100%. البنطلون اجيبه واسع، التيشيرت اجيبه واسع، او الشميز او اي حاجه اجيبها واسعه وطويله، ما نزلش في حاجه قصيره. ده مش من الحجاب. الحجاب لا يجب ان يشف او يصف، اهم حاجتين، مبقاش شفاف ومبقاش مجسمك مبين كل تفاصيل جسمك. انا بنزل في الشارع بشوف بنات اللي هو انت ازاي لابسه الحجاب بجد والله يا جماعه. لو انتي واحده من الصفات اللي انا بقول عليها دي، حاولي تغيري من نفسك. انا في اول فيديو قلتلك مش صح، انا كمان بغير من نفسي. انا يا جماعه مش بيرفكت للمره الالف، انا بغير من نفسي زيكم. بحاول على قد ما اقدر اجيب لبس واسع مش قصير مش ضيق عليا، اغير لفات حجابي، احاول اغطي رقبتي ما بينش شعري، فاهمين؟ فدي كلها خطوات بتاخديها واحده بواحده، مش اول ما تتحجبي تاخدي الخطوات كلها ورا بعض. هتحسي انك يعني خدتي الخطوه دي وانتي مجبره، لا، خديها عن طيب خاطر، خديها برضا نفس. بلاش تخلي نفسك بعد كده بكذا سنه تقولي انا لبست الحجاب مجبوره. اوعي تعملي كده، ده مش لصالحك ابدا. خدي الحجاب وانتي راضيه عن نفسك وعن شكلك وعن طريقتك وعن حجابك. دي والله اكتر نصيحه ممكن اقدر اقدمها لكم واقدمها كمان لنفسي. اجي بقى اتكلم مع البنات اللي هم اصلا لسه ما خدوش خطوه الحجاب.
انا كنت بقول للبنات اللي بتفكر تاخد خطوه الحجاب، البنات اللي اصلا بقى ما بيفكروش ياخدوا خطوه الحجاب. طيب لو انت لسه مش محجبه، انا مش هقولك لازم تحجبي غصب عنك، دي حريه شخصيه طبعا، بس لازم تفكري في الخطوه دي كويس جدا. اهم حاجه في الخطوه دي انك تفكري كويس جدا. طيب انا بس جاي اقولك حاجه بجد، حاجه من قلبي هقولها لك لاي بنت مش محجبه ومش بتفكر اصلا في الخطوه دي. الحجاب مش معناه انك تكوني مثاليه. عايزه اقول لكم ان انا في اول طريق للحجاب كنت بعمل لفات حجاب بشعه، بشعه بجد بشعه، يعني مش هتتخيلوا هي قد ايه كانت وحشه. انا كنت يا جماعه البندانه كنت بعمل الطرحه لغايه هنا والف البتاع كلها حوالين رقبتي، رقبتي حرفيا بنزل منفوخه رقبتي وانزل، ممكن الجزء ده ما كنتش متغطي وكنت بنزل. انا حجابي زي ما قلت لكم، كنت انا حرفيا بدات الحجاب كانت بدايه كارثيه، ما دخلتش شفت لفات حجاب، ما عملتش اي حاجه، انا بس خدت في دماغي خطوه انا هلبس الحجاب وفعلا لبسته، بس كانت بدايه كارثيه. ما تعمليش نفس غلطتي عشان ما تحسيش انك شكلك مش حلو. انا كان شكلي مش حلو في الحجاب بس ما كنتش بهتم، انا كنت بعمل اللفه وانزل من البيت عادي جدا. فشوفي لفات حجاب، جربي لفات كتيره، شوفي انهي مناسب لشكلك وابتدي جربيها والبسيها كتير جدا لغايه ما تتعودي على شكلك بلفات الحجاب دي. مجرد فكرتك انك تتحجبي ده معناها انك بتقربي من ربنا خطوه بخطوه. الحوار بتاع الحجاب ده بتحسي انه قربك لربنا خطوه بخطوه. طيب ممكن اعرف بنات كتيره جدا تلبس الحجاب يوم يومين 3 وتقوم خلعاه. طيب اجي اسالها ليه خلعتي الحجاب، تقولي ما كنتش مستعده للخطوه دي. بصوا يا جماعه، الخطوه دي ما فيهاش رجوع، من الاخر عشان تبقوا عارفين الخطوه دي هتاخديها تلتزمي بيها صح. انا بقول لكم الكلام الصح، مش هقول لكم دي حريه شخصيه ولو مش عاجبك تقدري تخلعيه وتلبسيه تاني، لا 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 لا، دي خطوه هتاخديها تلتزمي بيها صح لاخر المشوار لغايه ما تموتي. خطوه هتاخديها خديها وحسيني نفسك مع مرور الوقت. تمام. الحجاب غير انه فرض عليكي، فصدقيني هو بيخليكي جميله جدا. مفيش حد، ما تصدقيش اي حد يجي يقولك يا جماعه ده الحجاب بيوحش البنت، بيكبر البنت فوق سنها خالص. انا اعرف بنت بسم الله ما شاء الله حاليا هي طالعه تانية اعدادي منتقبه، منتقبه بجد، وده مش معناه ان هي شكلها وحش، بالعكس شكلها زي القمر، شكلها فعلا زي القمر. فده مش معناه انك ما تاخديش الخطوه دي علشان المجتمع اللي انت فيه او المجتمع العنصري اللي انت فيه هيجي يقولك شكلك وحش او الحجاب مكبرك. اوعي تسمعي لهم، دي اكبر غلطه انت ممكن تعمليها بجد والله. وفي بقى احنا اتكلمنا في حوار البنات اللي هم هتقعد لك يومين بالحجاب بعد كده تخلعوا. في بقى جزء من البنات، وبصراحه انا بتضايق قوي من الجزء ده شخصيا، وانا اعرف منهم، في منهم صحابي بيعملوا الحركه دي، تيجي في فرح او في مناسبه كبيره تخلع الحجاب. والله العظيم زي ما بقوله كده، تيجي في مناسبه كبيره او في فرح تقوم خلع الحجاب، تلبس لك بقى فستان كتفها باين منه، رجلها كلها باينه منه، فستان قصير جدا ضيق جدا، شعرها كوياه وعامله فيه حاطه فيه اكستنشن ومسيباه، عامله فيه كل ده بجد، وتيجي تقولك انا بس خلعت الطرحه وقت الفرح. يعني انت ربنا مش شايفك وقت الفرح ده؟ ربنا مش هيحاسبك على الوقت اللي انت قضيتيه بشعرك ده؟ افرضي وانت مثلا مروحه لا قدر الله حصل لك حاجه وموتي، هتقولي لربنا انا كنت بس هخلع الحجاب ساعه الفرح، كنت هلبسه تاني؟ مستحيل، مستحيل صدقيني. ما تحاوليش، ما تلاقيش نفسك مبرر انك تعملي كده، ما فيش اصلا مبرر عشان تعملي كده. لا، الحجاب يا جماعه اهم خطوه في حياتك، هتاخديها خديها صح. بعد كده لما تبتدي تخلعي الحجاب مره واثنين وثلاثه، ولو رحتي مناسبه تخلعي الحجاب، انت بتعدي في ذنوب بدل ما تعدي في حسنات، بتعملي العكس. طيب زي ما انا قلت لكم في اول فيديو، انا مش ملاك يا جماعه،
صدقوني انا مش ملاك بجد ولا احسن واحده، بس كل مره بلبس فيها الحجاب بحس اني بقول لربنا انا بحاول، انا ما يأستش، انا ما خلعتش الحجاب، فاهمه؟ دي اهم خطوات بجد تاخديها في حياتك. الفيديو ده انا مش عاملاه علشان اطلع ترند او عشان الشهرة او كل ده، لا لا لا، انا مش هاممني خالص الحوار ده. انا لو بس بنت واحده اتفرجت عليه فده كده بالنسبه لي كويس جدا. لو بنت اتفرجت عليه واستفادت من الكلام وحاولت تطبق الكلام اللي انا قلته لها ده ونفعها، اني اخد الاجر على الكلام اللي انا قلته ده احسن من يبقى الفيديو يوصل لي مليون مشاهده. مش هاممني خالص صدقوني والله. فاسمع الفيديو مرة واتنين وتلاتة واستفادي منه، وحاولي تجمعي منه اكبر معلومات يمكن تفيدك، وخدي خطوة الحجاب دي صدقيني من اجمل الخطوات اللي هتاخديها في حياتك. تمام؟ انزلي اعملي شوبينج، هاتي طرح جديدة، انواع جديدة، مش شرط تجيبي طرح اللي هي شيفون بس او قماش بس، هاتي كذا طرحة وجربي لفات جديدة. بس في اول طريق للحجاب نصيحة شخصية مني وانا ما كنتش بعملها، انا ما حدش نصحني بيها عشان اعملها. هاتي الالوان الاساسيه في اول طريقك. ايه الالوان الاساسيه؟ اسود، ابيض، لو عايزه اجيب بني هاتي، وكحلي. الالوان دي الالوان الاساسيه في كل هدومك، على حسب انت هدومك بتلبسي فواتح غوامق. انا عن نفسي بلبس غوامق، فانا دايما بلبس طرحه سودا بصراحه، او البني او كحلي، بس اغلب الوقت بلبس سودا. نادرا قوي لو لقيتوني طالعه لكم فيديو بطرحه بيضاء، يعني هتبقى دي معجزه بالنسبه لي عشان انا ماليش خالص في الطرحه البيضاء. تمام؟ ده كان فيديو بسيط حبيت اطلع افضفض لكم على اللي كان جوايا، وكان نفسي اقول لكم على النصايح دي. يا رب تكونوا استفدتوا منها وعجبكم الفيديو. ولو عجبكم الفيديو اكتبوا لي تحت كومنت حلو جدا، عايزه اشوف رايكم في الفيديو، وهل فعلا انتوا استفدتوا زي ما انا استفدت ولا لا. ولو عايزين تسالوا اي اسئله تانية على الحجاب انا ما ذكرتهاش في الفيديو اسالوني تحت في الكومنت وانا هرد عليكم. وما تنسونيش بالشير واللايك والسبسكرايب. بحبكم جدا وشكرا ليكم، شكرا لكل اللي تابع الفيديو لغايه هنا، وقولي